اتفاجئنا بخبر بعزل المستشار مرتضى منصور من رئاسة الزمالك. طب ايه الموضوع؟ ايه الحكاية ان تم بناء على حكم محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بقبول الدعوة المقامة من عبد الله جورج وثلاثة آخرين، طالبوا فيها بإلزام وزير الشباب والرياضة إن بزوال صفة مرتضى منصور كرئيس لنادي الزمالك. وعبد الله جورج تقدم بدعوى بمجلس الدولة ضد وزير الشباب والرياضة وآخرين، وكانت برقم 76/70/456، طالب فيها بوقف تنفيذ القرار السلبي بامتناع الجهة الإدارية عن إصدار قرارها بزوال عضوية المطعون ضده المستشار مرتضى أحمد محمد منصور كرئيس لمجلس إدارة نادي الزمالك. التطورات سريعة جدا وحصلت ما كنتش حد متوقعها، وكان في دعوة تانية كمان مقامة من مصطفى سيد عبد الخالق وحملت رقم 76/70/451، وطالب فيها برضو وزارة الشباب والرياضة بعزل واستبعاد رئيس نادي الزمالك من مجلس الإدارة، ووقف برضو تنفيذ القرار السلبي بامتناع الجهة الإدارية عن إصدار قرارها بزوال عضوية المستشار مرتضى منصور كرئيس لمجلس إدارة نادي الزمالك واستبعاده من مجلس الإدارة ومع ما يترتب على ذلك من آثار. طيب، وبنسبة كبيرة وبناء على تعليمات الوزير أشرف صبحي، عمرو الجنايني هيكون رئيس اللجنة المؤقتة للزمالك الفترة القادمة. المهم إن احنا نتمنى كل التوفيق لنادي الزمالك، وإن هو يتعدى ويتخطى كل الصعوبات اللي بتقابله اليومين دول، وندعي له بصلاح الأحوال. ورأيك يهمنا. لو الفيديو عجبك ما تنساش اللايك والكومنت وتقول لنا رأيك في الفيديو، وسلام.